تعال اقول لك ازاي تعمل احلى طاجن من اللي بيبقبق ده لجوع اخر الليل من غير حلل ولا صواني. خلاص كده مفيش جوع اخر الليل تاني. شايفين البقبقه دي اللي من الجنان؟ اول ما يطلع من الميكروويف وهو هيبقبق كده باقل التكاليف هتقدروا تعملوا كل الصوص اللي انتوا شايفينه ده. عايز اقول لكم كانت بتدوب في البق بطريقه مش طبيعيه. يلا بينا على الطريقه. نجيب الطاجن بتاعنا هنحط فيه المكرونه. البهارات بقى اللي احنا هنستخدمها: معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، معلقه كبيره من البابريكا وكركم وملح وميكس بهارات من عند العطار، 3 معالق كبار من الزيت هنغطيهم على البهارات، كوبايه كبيره من الصلصه. احنا كده اصلا يعتبر خلاص خلصناها. حاجه كده اخر دلع لجوع اخر الليل: كوبايه ميه مغليه كبيره وهتنزل بيها في الاخر وهتفضل تقلب كده. مركز بقى كل المكونات دي كده في بعض لحد اما تلاقي المزيج كده عمل عظمه زي ما انتوا شايفين كده. مش بقول لكم في حته تانية. وهنا خلاص زي المنظر اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا بقى ندخلها على الميكروويف، نسيبها من 7 ل 10 دقايق كده تطلع حاجه كده متدلعه لجوع اخر الليل. يعني هتطلعها من الميكروويف وهتفضل برضو تبقبق زي ما انت شايف كده. عايز اقول لكم ان المعلقه من